بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. لازلنا مع الفتاوى المخزية والشاذة لصنم الشيعة الأكبر علي السيستاني. جاء في موقع شبكة السراج لفتاوى الصنم السيستاني السؤال 201: هل يجوز أن تمتهن المرأة أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها؟ الفتوى: يجوز، يعني أنه يجوز أن تتكسب المرأة الشيعية من خلال فرجها عياذا بالله تعالى. أيضا سئل الصنم السيستاني: يوجد في مناطق تكون الحالة الاقتصادية فيها سيئة، والنساء في هذه المناطق يتمتعن من أجل كسب المال فقط لا من أجل الشهوة، فهل يجوز التمتع بهن؟ الفتوى: يجوز. فيحق للمرأة الشيعية إذا كانت في أزمة مالية مثلا أن تعرض جسدها للبيع وتتكسب به عياذا بالله تعالى. والآن لنستمع إلى تعليق أحد أذناب وأفراخ السبائية الأتان عقيل موزة. ماذا يقول؟ نسمع حبتك. يقول السيستاني يا حبه بعدها: هل يجوز أن تمتهن المرأة أو الفتاة زواج المتعة كمهنة من ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتكتسب من خلالها؟ يقول السيستاني: يجوز. يعني وين المشكلة الآن؟ امرأة تتزوج وبالحدود الشرعية، نعم، خليه يكمل. تتكسب من جسدها يا حبه. ايه، تتكسب من جسدها بالحلال، وين المشكلة يعني؟ ما امرأة تتزوج متعتان بالشروط والضوابط الشرعية، وبعدها عندما ينتهي هذا، لكن النية أنها تريد أن تعيل أبنائها مثلا يعني، وشو المشكلة؟ وهذه الفتوى المخزية المنحطة كصاحبها تجعل المرأة الشيعية سلعة رخيصة، بل تجعلها مثل العاهرة. جاء في كتاب أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة في كتاب النكاح الجزء الثاني لناصر مكارم الشيرازي صفحة 628: الرابع أن القصد الجدي للنكاح المؤقت لا يحصل من الفاجرة في كثير من الأحيان، وإنما هي تنوي، أي الفاجرة، وإنما هي تنوي أخذ الأجرة في مقابل عملها من دون قصد النكاح. فالمرأة التي لا تقصد النكاح وإنما تقصد أخذ الأجرة في مقابل عملها فقط هي المرأة الفاجرة العاهرة، وهو ما أفتى به الصنم علي السيستاني. فإلى متى أيها السبائية وأنتم تتبعون هؤلاء المراجع الزنادقة الذين استباحوا أعراضكم بهذه الفتاوى المخزية وجعلوا شرفكم وكرامتكم في الحضيض لا تسوى فلسا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.